أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج شاي وكذب. وموضوع حلقتنا اليوم عن البرلمان. جلسة البرلمان راح تنعقد لو ما تنعقد؟ هو هذا السؤال. ومعي في الاستوديو ضيوفي المحللين السياسيين، واحد عور واحد زين، لا العفو أسد، رضا راضي وناجح ناجي. أهلا بكما. وجلسة البرلمان سوف تعقد وتعقد وتعقد. ليش متعب نفسك يا أستاذ؟ سوف أم داك أم داك أم داك. أستاذ لقد غمني هذا الشخص. سخام بوجهي، لماذا غميته؟ هذا ضيفنا. أستاذ يقول جلسة البرلمان راح تنعقد. بالله شلون تنعقد عيوني؟ قل لي شلون تنعقد؟ من طبوا المتظاهرين الجماعة طفارهم صار ما له والي. لن أرد عليك احتراما للسادة المشاهدين ولك أيضا مقدم البرنامج. أشكرك أستاذ، أشكرك بس أنت مبين عليك جبان، تخاف ترد علي. أنا جبان؟ لا مو هذا اسكت ولك اسكت. لا أنا قصدي شلون مثلا تقول أنت ما بي خير بوخة. أنا أعلمكم البوخة يمه بسيطة. اليوم إلا أشعلكم شعل. أوكي. وجلسة البرلمان إلا تنعقد اليوم وغصبا عليك. حلو، لازم نشتري لكم قنفة جديدة وراح تعقدون عليها جلسة البرلمان. هاشتاج قنفة. بدل القنفة الوحدة راح يجيبون قنفة. آسف أستاذ، آسف ما أقصد، صارت بوجهك العطسة. لو تافل علي يا حسن. شنو لك بوري مال ما يطق بوجهي. آسف. شنو هاي؟ شنو هاي وصلة جراب سابق خنقتني. لا أستاذ، هاي القماش من داشة عمي الله يرحمه. الله يرحمك. شنو كان عمك تاير؟ شو خنقتني هاي. المهم أستاذ رضا. نعم. أستاذ رضا، برأيك ما هي الأسباب التي تمنع انعقاد جلسة البرلمان؟ أزمات سياسية. أزمات سياسية نعم. اي هم ميناتهم الصافين ولحد الآن ما متفقين على كابينة وزارية. اي تعرف شلون؟ وبعد شنو؟ يخافون يطبون عليهم المتظاهرين. بس الطفارة ما له واري نفس هذيك المرة. اي انا اقول لك. وبعد شنو الشغلة الثانية؟ شنو؟ الاكراد انسحبوا اضافة الى كتل اخرى. بما راح تجتمعون عيوني؟ راح تدزون رسائل على الواتساب وتستمعون. هاشتاج واتساب. نقطة إسخام أستاذ، نقطة إسخام. صخام بوجهك ولك اسمها نقطة نظام. احكي. أستاذ أنا لا أنكر أن هناك بعض الأزمات السياسية. الله يخليك، لا تنكر ولا تعطس، ابوس ايدك. بس أستاذ في النهاية كل شيء سيستوي على نار هادئة. ما شاء الله، كان مو جلسة برلمان هاي مرقة بامية. بالله احكي لي شلون كل شيء. انا اقول لك استاذ، شلون؟ انا اقول لك شلون راح تستوي. شلون؟ لك يا سيدتي الطبق الشهي من البرلمان. هاي الكتلة تتفق ويا هاي الكتلة، وهاي الكتلة تألس هاي الكتلة. بما انه هاي الكتلة راح تتفق وهاي الكتلة راح يصيرون اتحاد قوي، فإذا راح يصير هناك طبق شهي من المقعد وحفلة من الدولارات. نقطة حزام أستاذ. احزام قطعوا على ظهرك، مو جاي اقول لك اسمها نقطة نظام. أحب أبلغ ضيفك التعبان هذا اي أن جميع الكتل السياسية إن اتفقت فهي في مصلحة الشعب، وإن اختلفت فهي أيضا في مصلحة الشعب. نقطة ظلام. ظلام شنو ولك؟ نسيتني اياها من نسيتك العافية. نقطة نظام شلون يعني؟ وضح لي شلون اذا تبقوا لمصلحة الشعب واذا ما تبقوا هم لمصلحة الشعب. استاذ شو لك علاقة بهذا الخريط؟ ايه جلسة البرلمان ما راح تنعقد. أشو تنعقد؟ لا اقول لك ما تنعقد. تنعقد يعني مشاهدينا الكرام، الظاهر مو بس البرلمان، حتى انا بعد ما اقدر اقعد. كنت اتمنى اوصل وياكم النتيجة، بس شوفت عينكم. ولا تنسوا اقرأ سورة الفاتحة على المحلل رضا. الى اللقاء.